كل عام وانتم بخير، عيد سعيد علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية. إن شاء الله قربنا من أيام عيد الأضحى المبارك. عايزين يا جماعة نتكلم إزاي نكمل دايت وإحنا في العيد من غير ما نبوظ كل اللي إحنا وصلناه. هنتكلم عن دايت سهل اسمه دايت العيد. علشان تعرفوا وتقدروا تعملوا ايه في العيد، يا ريت تكملوا الفيديو للاخر وتعملوا سبسكرايب للقناه، تعملوا لايك للفيديو وشير علشان يوصلكم كل جديد. لكل الناس اللي بتعمل ده وعايزه تكمل ايامها كويسه وتعدي العيد بدون اي زياده في الوزن، لازم تبدا تاخد 3 حاجات مهمه اثناء الفري بتاعها. طبعا كل الناس هتعمل فري، كل الناس هتاخد يوم مفتوح اول يوم وتاني يوم العيد. احنا قدنا كده لكل المتابعين عندنا عشان نفصل خالص من الدايت. وزي ما قلنا ميزه مهمه جدا ان احنا لازم نواكب المناسبات الحياتيه وما نعزلش عن العالم، واي مناسبه بتمر علينا بنكمل فيها وبنمارسها طبيعي وبنكملها مع الناس بدون ما ننقطع عن العالم ولا ننعزل عن العالم. دلوقتي اول ما يجي العيد مطالبين ب3 حاجات. فايبرز، الياف موجوده في الخضروات والفواكه، مهمه جدا عشان تنظيم السكر في الدم، كبح الشهيه. تاني هام مطالبين بالسوائل كتيره جدا علشان برضو نقتل الشهيه، ولو حصل زياده في الدهون نشتغل على تصريف الدهون. تالت حاجه طبعا ده عيد لحمه، عيد اضحى، فبالتالي هنتجه للبروتين. لازم بروتين حيواني كتير. يعني يا جماعه دلوقتي احنا في وجبه العيد لو مكونه من لحمه ومكونه من فته، ناخد طبق فته صغير مفيش فيه اي مشكله قد البوله بتاعت الاكل والشرب، ونكتر البروتين. ده اعتمادنا. نقدر ناخد كذا وجبه، ما تكترش كميه الوجبه بتاعتك، يعني ما تاخدش كميه كبيره قوي من الفته او من الرز او العيش، لا خد كميه صغيره وتعالى بعد ساعتين خد كميه تاني، وبعد ساعتين خد كميه تاني. ادي مساحه لجسمك علشان يحرق كميه النشويات اللي داخل جسمك. يبقى قلنا 3 خطوات مهمين ينقذونا من العيد ومن لخبطه العيد: الالياف، السوائل، البروتين الحيواني. ونقدر كمان ندعم الموضوع بالاوميجا 3 بلس علشان تكون مفيده جدا للحرق بتاع الدهون، بالاضافه لل كارنتين بلس، بالاضافه للبي دروب. 3 حاجات نقدر نستخدمهم اثناء لخبطه العيد تفرق معانا وتفرق في مستويات السكر في الدم، وبالتالي هنعدي العيد بدون اي خسائر. نرجع تاني ناخد يومين او 3 ايام برنامج كيميائي عباره عن خضار وفاكهه. وهنا بقى المغزى: الخبط براحتي في العيد، انضف اللخبطه واخد برنامج كيميكال مكون من خضروات وفواكه لمده 3 ايام. كل لخبطه اللي في العيد تروح وارجع تاني على التراك بتاعي واكمل باتجاه الوزن المثالي والشكل المثالي. كل عام وانتم بخير.